بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انهيار عمارة من 14 دور أرضي و13 علوي في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية صباح اليوم. العمارة انهارت فوق سكانها اللي بعضهم كانوا لسه نايمين، انهارت فوق رواد سوبر ماركت وفوق عدد من السيارات. العمارة رقم 5 شارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي بدائرة قسم المنتزه. وكيل صحة الإسكندرية الدكتورة أميرة طهيو قالت إن العمارة مخصصة للمصطافين من خارج الإسكندرية، وصرحت بإن في مصاب واحد خرج من تحت الأنقاض، وإن في مصاب آخر من الأطقم الطبية اللي راحت علشان تنقذ المصابين في الانهيار الأول للمبنى، ولكن هذا المشارك في الأطقم الطبية أصيب في انهيار تالي حدث للعمارة. العمارة انهارت على مرتين، والمؤكد أنه لا يمكن إعلان حصيلة ضحايا دقيقة حتى الآن، حتى هذه اللحظة، ولا حتى حصيلة تقريبية. وهناك عدد من السودانيين كانوا في العمارة اللي هي واحد من 7000 عقار في الإسكندرية مصنفة أيلة للسقوط، والسكان لسه فيها، لسه في 7000 عقار. العمارة المنهارة فيها شقق تحت يد عدد من أصحاب النفوذ وذوي الرتب العسكرية، وده السبب في إن مفيش أي إجراء حقيقي اتاخد ضدها. اللي له ظهر ما بينضربش على بطنه، رغم إن ملف العمارة معروض على لجنة العقارات الأيلة للسقوط، وطلع بالفعل قرار إزالة للدور الأخير فيها وما تنفذ، والعمارة ما تهددش وما اتخلتش من سكانها، لا، ودخلها الغاز الطبيعي كمان، وده زود العبء عليها وضاعف من خطر انهيارها. بينما احنا في الفيديو اللي فات متكلمين عن عمارة خلوصي اللي زي الحديد، ومع ذلك طلع لها قرار هدم واتقطعت المرافق عن سكانها اللي لسه فيها من شهرين. السكان في عمارة خلوصي عايشين شهرين من غير مية ولا كهرباء ولا غاز، والعمارة كويسة وما جرالهاش حاجة. عمارة اسكندرية فضلت موجودة لغاية ما وقعت، لأن الفساد والاستبداد مستفيدين من وجودها. الفساد والاستبداد هم اللي بيحكموا مصر، وعمارة خلوصي عايزين يهدوها لأن الفساد والاستبداد هيستفيدوا من بيع أرضها فاضية. الفساد والاستبداد لهم مصلحة في إن عمارة خلوصي تتهد، عشان كده هيهدوها أو عايزين يهدوها. والفساد والاستبداد كان لهم مصلحة في إن عمارة اسكندرية تفضل واقفة، علشان كده ما اتخدش ضدها أي إجراء، وطز في أرواح الناس في اسكندرية وطز في معاناة الناس في خلوصي، لأن الفساد والاستبداد بيحكموا مصر. ده اللي كتبته بوضوح في مقال قريت فيه اللي جاي ونشرته في نوفمبر 2011. مقال عنوانه مصر من الفساد إلى الاستبداد. قلت فيه إن الفساد والاستبداد قرينان، حيث لا بد للفساد من استبداد يحميه، ولا بد للاستبداد من فساد ينفق عليه. وقلت إن استقرار الاستبداد يعني اختزال نتائج ثورة 25 يناير في أنها أعادت ترتيب العلاقة بين القرينين ليتقدم الاستبداد بعد أن كان الفساد يسبقه بخطوة، وده اللي حاصل دلوقتي، إضافة إلى التغييب المتعمد للوعي وجره لمسارات فرعية ومضللة. ومن هذا مثلا أن البعض، هم مش كتير لكن وجودهم في حد ذاته عار، البعض علق على فيديو عمارة خلوصي باتهام سكان العقار بالاستغلال. السكان اللي هم الضحايا بقوا هم المتهمين. ليه يا عم هم مستغلين ليه؟ قال لك العمارة إيجار قديم والمالك
ما بينوبوش منها غير ملاليم. والحقيقة أنا مش هرد على ده بإن الملك استرد تمن العمارة ومكسبها فعلا، ولا هضرب المثل بطريقة الإيجار بغرض التملك اللي المستأجر بيدفع فيها تمن الشقة على أقساط لمدة معينة. لو كمل المدة تبقى أقساط ويبقى تملك الشقة، ولو ما كملهاش يبقى اللي دفع إيجار ومالوش حاجة. عمليا سكان الإيجار القديم دفعوا إيجارات لو حسبناها على إنها أقساط هتغطي تمن الشقة وقت ما اتبنت وزيادة. مش هتكلم في المسألة من الزاوية دي لأن دي زاوية غلط لتناول الموضوع، وهسأل هو لو سكان عمارة خلوصي سابوها يبقى احنا حلينا مشكلة الإيجارات القديمة؟ لا. طيب هو ملاك الإيجار القديم اللي ما عندهمش نفوذ الاستبداد ولا فلوس الفساد يقدروا يعملوا زي ما عمل مالك عمارة خلوصي؟ لا. طيب هفترض ان الإيجار القديم ظلم، وهقول لك ان ده يتحل بتعديل القانون، انما انت عايز تحله بالبلطجة، عايز تحله بطريقة اللي يقدر على حاجة يعملها، وبالشكل ده مشكلة الظلم مش هتتحل، لأن مش كل الناس هتقدر تاخد حقها بدراعها. الظلم هيفضل موجود لأن مش كل المظلومين عندهم قدرة الاستبداد والفساد، وتفكيرك المعوج اللي بيدافع عن الاستبداد والفساد هيدي للاستبداد والفساد مشروعية الوجود. وبالشكل ده كان عندنا في الأول ظلم بس، فبقى عندنا ظلم واستبداد وفساد في مجتمع يزداد فيه المسحوقون انسحاقا وتزداد الغيلان تخمة، وما هكذا تورد الإبل. قولوا للسيسي هد عمارات المخابرات القايلة للسقوط خاصة في اسكندرية وهو عارفها كويس. هد عمارات المخابرات وسيب عمارات الغلابة واختشي. كفاية كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.